عليك اسئله عقلانيه اقسم لك بالله وتجاوب عليها انت. والله غير نقول لك الصحراء مغربيه ونعترف لك بها الان باللي الصحراء مغربيه. 3 اسئله برك. يلا قل لي طرح. كيفاش اسبانيا احتلت الصحراء المغربيه سنه 1884 وجات حمايه للمغرب سنه 1913؟ هذا السؤال الاول. ماركي عندك؟ لا ما تماركيش، انا كل شيء نعرف، هذوك نجاوبك. اوكي. السؤال الثاني نمشي نجاوبك على السؤال الاول عاد نمشيو على السؤال الزوج. واش وقع في 1884؟ اسبانيا احتلت الصحراء المغربيه. وكيفاش احتلت الصحراء المغربيه؟ قول لي انت كيفاش. لا كيفاش احتلت الصحراء المغربيه؟ بناء على اي شيء؟ قول لي راه جاوب الاخ على مؤتمر برلين اللي انعقد انذاك، وين لي زوروبيان تقاسموا لافريك كيما ديك اللي يقسموا لا طاخت. فهمتني؟ وعلاش نتكلموا على 1912؟ لان 1912 كانت فرضت الحمايه الفرنسيه، وكانت جات بعد مؤتمر الجزيره الخضراء في 1906. لان المغرب علاش اجتمعوا عليه الاوروبيين؟ كان دوله كبيره، مساحتها كبيره، كان يمتد الى غايه نهر السنغال. هذه هي الحقيقه. لا 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 لا. امبراطوريه وما عندهاش جيش دير معركه ايسلي. عندها امبراطوريه وضربه في التاريخ وبالادله وبالوثائق. لا 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 مانيش مروكي انا نامن برك. هذا ماشي كلام نتاع المغاربه، هذا كلام نتاع التاريخ. روح شوف الارشيف الفرنسي، روح المتحف اللوفر، شوف خريطه المغرب في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر. يا والله ملي خلقوا هما بيتو كوزينه، ملي خلقوا هما بيتو شوف كوزينة. انا لا اناقش بالاسلوب السوقي، اذا تناقش بالاسلوب يعني الرصين وبكل هدوء، هذه تاع بيتو كوزينه وهذه الهضره تاع السوقيه انا ما عنديش الوقت نناقش بهذه الطريقه. معليش. اوكي. كيفاش كانت امبراطوريه كي دارت معركه مع فرنسا خسرتها في ربع ساعه؟ المعركه اللي دارتها مع فرنسا في ايسلي من على جالنا احنا الجزائريين بسبب دعم الامير عبد القادر. ربع ساعه خسرت، ربع ساعه امبراطوريه تخسر في ربع ساعه حرب. هذيك المعركه اللي راك تتكلم عليها نتاع واد ايسلي كانت بسبب دعم المغرب لمقاومه الامير عبد القادر. كان كنت فيك دم، كان كنت مسلم. هذيك المعركه كانت من اجلنا احنا الجزائر، من اجل مقاومه الامير عبد القادر. معليش ما يهمش لاجل واش. لا ماشي معليش ولا ما يهمش، لانك انت متشبع بالحقد، راك فاهم، وما قاريش التاريخ. الحقد دقيقه برك. بيان سور. كنت تصوتي من الموضوع ماكش تجاوب. انت كي تهضر على الحقد هادو اسئلتك غير مركبه بشكل سليم. انت تقول انت يعني فرحان بهزيمه المغرب في معركه ايسلي، والمغرب اللي كان دعم الامير عبد القادر لمده 15 سنه. انت قلت كانت امبراطوريه من اسبانيا حتى نهر السنغال. قلت لك انا كيفاش كانت امبراطوريه وتحتل كامل هذه المساحه وكيدير بحرب. كانت امبراطوريه، والسكان الاقاليم اللي كانوا في الصحراء عندهم بيعه وولاء لسلاطين المغرب. تسيطر على الارض، تسيطر عليها بجيش، تسيطر عليها بقوه، تحميها بقوه. والاوروبيين والفرنسيين كانوا يشجعوا على التمرد على السلطه المركزيه. هذه كانت كاينه، لان كانت كاينه دوله، والاستعمار الفرنسي والاسباني بوندون كاع القرن التاسع عشر وهما يخربوا وهما يديروا المؤامرات والمكائد للمغرب باش يستولوا عليه. المهم ما جاوبتنيش. كي زدت موريتانيا احتلتها فرنسا ومن بعد جات حمايه في المغرب واسبانيا. موريتانيا هي الشنقيط، وهي جزء لا يتجزأ من الامبراطوريه المغربيه. روح لموريتانيا قول سقسيهم ويقولوا لك كيفاش احتلتها فرنسا ومن بعد جات حمايه للمغرب. كيفاش احتلتها فرنسا؟ توسعت في ارض شنقيط وفصلتها للمغرب واسست دوله سمتها موريتانيا من بعد. لا 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 ما تغلطش الناس. المغرب اصلا كان اسمه موريتانيا، ما تغلطش الناس. يا ودي موريتانيا هذيك في العهد القديم، موريتانيا الطنجيه يسموها الامبراطوريه الشريفه. المغرب كان يسموه لومبير شيريفيان. اسمعني شوف انت اسمع، انت راك غير ملقط هضره هاك وهضره هاك وجاي باغي تصرف لي زوج كلمات. روح اقرا، اسمع ما دارش ثقافيه من حقك. روح اقرا في الارشيف المحادي، مانيش نقول لك روح اقرا في الكتب تاع المغرب، روح شوف الارشيف الفرنسي كيفاش كان يسمي المغرب في القرن التاسع عشر.
انا نجيب لك من كتب مغربيه باللي الملك ولا السلطان انذاك كان يستعين بالزطاط اللي يعرفوه غير المغاربه، مهنه يعرفوها غير المغاربه، اللي هو يقتفي الاثار باش يخرج من قبائل لا تبايع السلطان غير ثم بركه، غير اون تور دو فاس برك ما تبعدش خلاص. خلينا من الموضوع هذا، خلينا وهذا زعما هذا ينفي على ان المغرب كان دوله عريقه وعندها استمراريه الدوله لمده 12 قرن. انت تعرف خير من المفكر الجزائري رحمه الله. انت تعرف خير من المفكر الجزائري محمد اركون. انت تولد دارو ما يبيعوهش ومن بعد ولا امبراطوريه، تولد دارو ثم امبراطوريه ودوله عريقه وحكموا فيها الاسر الشريفه من كما يقولوا السعديين والعلويين والادارسه، وكاينين والمرابطين والموحدين. هذا ما تقدرش تنكر هذا الامر هذا. ولا واحد مغربي المهم كيفاش ولا واحد مغربي؟ والله ولا واحد مغربي في حياتهم ما حكموش واحد مغربي. يا ودي شو اسمعني مليح. اخي راح ننزل سؤال اخر. اسمعني مليح. اذا كانت تتكلم انت على المغاربه اللي حكموا بلادهم 12 قرن، احنا شنو نقولوا الجزائريين اللي 5 قرون ما حكمناش في بلادنا؟ عادي جدا عادي. اسمعني عادي جدا. ما تحسش بالحسره بان انت 5 قرون ما حكمتش من القرن السادس عشر. خليني نطرح عليك سؤال. انت قريت في المدرسه الجزائريه، قريت على حرب الرمال؟ ما لها حرب الرمال؟ قريت عليها ولا ما قريتش في المقرر؟ ما لها حرب الرمال؟ قريت عليها ولا ما قريتش؟ ما لها حرب الرمال؟ نعطيك درس عليها مرحبا. خليني نقول لك قريت عليها في المدرسه ولا ما قريتش؟ انت قلت بلي ما قراوناش على حرب الرمال احنا في المقرر الدراسي كي كنا صغار. قراوك على امقاله 1 وامقاله 2 لا قراوك باللي في 63 المغرب تهجم علينا. هذاك شفناه في الاعلام وهذاك ماشي حقيقه. هذيك ماهيش حقيقه. قريت عليه ولا ما قريتش؟ هذيك ماهيش حقيقه. لا سيفو هذاك. باسكو انا من بعد اجتهدت وقريت لنفسي وبحثت في المصادر المحايده وعرفت الحقيقه. انت اتهمت النظام الجزائري باللي يربي في الشعب الحقد ضد المغرب. ايه طبعا. ونزيدك واحد الحاجه، حرب 63 بشهاده المجاهدين اللي كانوا متمردين على السلطه المركزيه واللي على راسهم السي ميلود حبيبي رحمه الله، واللي كانوا في جبل بني شقران في معسكر، واللي صرح في 2009 لجريده الخبر بان حرب الرمال كانت من تخطيط بن بله وبومدين من اجل قضاء التمرد على منطقه القبائل. نزيدك ولا بزاف عليك؟ ما كانش كيفاش ما كانش راك ما جاوبت على حتى سؤال. لا شوف اروح نخبرك. انت ياك انا اتفهمك مدجن بلا بروباغندا نتاع النظام الجزائري. انا اعتبرك ضحيه. انت ضحيه البروباغندا نتاع النظام الجزائري. انت ضحيه البروباغندا نتاع الاله الدعائيه نتاع الجزائر. انا اتفهم ذلك وهذا امر عنده سنوات طويله، ولانك كسول مثل بقيه الكسالى الذين لا يبحثون في الارشيف المحادي. سي نورمال ما عندكمش هذيك يعني ما عندكمش الاطلاع والدرايه حول حقيقه الاحداث، سواء لا قبل الاستقلال ولا بعد الاستقلال. المهم مالغريتو انا نقول لك شكرا على تدخلك والى الملتقى في نقاش اخر. 0/20 ما جاوبت على حتى سؤال. هاي السلام عليكم. تبقى على خير. أعتقد لأول مرة نطلع معك، وأنا طبعا لا أوافقك في الآراء جملة وتفصيلا، لكن الأفكار لا بأس أن نناقش بعضها. مرحبا بك. وأنت معظم كلامك ومداخلاتك وتعبيراتك ولقاءاتك تتكلم على الصحراء الغربية وأنها مغربية. أولا سواء غربية أو مغربية، نحن كجزائريين نعتبر في كل الأحوال في الطرف الثالث، وليس قضيتنا الأولى. لما يتخذها الأخوة قضيته الأولى لا ماشي طرف ثالث. احنا وقضية النظام اللي يحكم في الجزائر الأولى. أنا نتمنى تخليني ندير مداخلتي في 3 دقائق ولا دقيقتين وترد علي بعدها حتى يكون كلامي موزون يسمع فترد علي. أنا غادي نعطيك الكلمة. أنا نعطيك الكلمة، ولكن دير في بالك باللي الحاجة أنا ما نحبش أنك تروج مغالطة اللي ما عندهاش أساس.
النظام الجزائري قضية الصحراء المغربية قضية مقدسة عنده. ماشي مشكلة، رد عليا بهذا الكلام. احنا سمعنا منك أكثر من هذا الشيء، لكن خليني نقدم المداخلة تاعي المقتضبة. قلت أنا أعتقد وملايين الجزائريين يعتقدون أن القضية الصحراء. اسمح لي هنا نقطة نظام قبل ما أتكلم كلامك. ما نقبلش واحد يروح يقعد يمثل الجزائري. ماكش تمثل، انت مثل نفسك هنا. ما تقوليش ملايين الجزائريين، ما تقوليش ملايين الجزائريين. الجزائريين خاطيك، تكلم على نفسك. يا اخي الكريم انت تقاطع، ما فهمتش يعني انت انسان. لان هذه الملايين الجزائريين فيها مغالطه، تحاول تمرير مغالطه على ان ملايين الجزائريين يؤمنون بما يقوم به النظام فيما يخص هذه المساله، وهذا غلط. معظم الجزائريين مع النظام. ما تتكلمش على بعض اخويا، تكلم على روحك. اتكلم على روحك، ما تقولش معظم الجزائريين. أنا لاحظت كل المعارضين لما نسمعك أنت ولا واحد آخر معروف ثاني في فرنسا، إلا سلاحه الوحيد أنه يقاطع المتدخلين لما يكون يختلف معه في الآراء. أعتقد هذا هروب وليس أفكار تطرحها. لا أنا راني ناقص سياسيا لأنني إنسان منطقي. مش مناقشة. أنا كاش نهار شفتني قلت ما أقوله يجسده ملايين الجزائريين. جامي طافي نتكلم على نفسي أنا. نتكلم على نفسي. لما نكمل مداخلتي على هضر على روحك، ما تجبدش نظام الجزائرية، ما تجبدش. طيب معلش. إذا الصحراء الغربية هي مش موضوعنا. أنت تتاخذها كتجارة ربما أو كسبيل. ما نسمحلكش ما نسمحلكش. أنا هذه القضية والصراع بين المغرب والجزائر، أنا أعتبر نفسي أننا ضحايا لهذا الآخر. ومنطقة شمال أفريقيا دفعت الثمن. ما نديرش ماشي التجارة كابر في الخير. اسمع، أنا كابر في الخير، وهذا الشيء اللي راني ندير فيه مانيش واقف عليه. أنا باش نوصل رسالتي فقط. ما تغلطش روحك، وبالك تغلط وتسيء إلى شخصي. ناقش، دافع على الموقف تاعك ولا فكرتك دون الإساءة. أنك تقول علي بأنني أتاجر، أنا لا أتاجر. بلا، أنا أدافع عن موقف وعن مبدأ فقط. أولا خلي أسمع موقفي الشخصي، نتمنى ما تقاطعنيش مرة سادسة أو سابعة بدون إساءة. على كل حال أنت ذكرني لما كنت في التعليم أخاطب التلاميذ بهذه الطريقة. المهم، الصحراء الغربية هي دولة قائمة مكتملة الأركان، ما يعترفش بها الكثير من دول العالم. حتى الجزائر لما كانت جبهة التحرير لا يعترف بها معظم دول العالم. ولما تنتهي موضوع الصحراء الغربية وتجسد كدولة مكتملة الأركان، كرقعة جغرافية كاملة مستقلة بكل عالمها ودستورها إلى آخره، يوم ذاك نشوف الأخ وليد نادم وناقم، وأول من يعترف هو المغرب، يعترف بها مرغما. قبل ما تكمل الفكرة نتاعك غادي نطرح لك سؤال. خليني نكمل دابور، ما عاد خليني نطرح لك سؤال. تفضل. دولة قائمة، أنت أستاذ في التعليم، قول للمتابعين مقومات الدولة. وش هما مقومات الدولة؟ أنا نعطيك باختصار شديد وببساطة جدا بدون فلسفة. عندك تاريخ، وهذا يتجسد في الصحراء الغربية. تاريخ مقومات الدولة وش هي؟ أنت كنت تقري. قول للمتابعين. خليني نكمل لك، ما تقاطعني. قول للمتابعين. قلت لي دولة قائمة الأركان. أعطيني مقومات الدولة. أنا قلت لك دولة مكتملة الأركان. قول لي مقومات هذه الدولة ايش هي؟ عندك الأرض والشعب والحاضر الوقت. وين راها الأرض هذه؟ الصحراء الغربية. هل هذه الدولة قائمة بالصحراء الغربية؟ أنت ما فهمتش واقع كلامي. لا أنت راك تقول دولة مكتملة الأركان، يعني دولة لها وجود. لما تقوم، اسمع، أنت مشكلتك متسرع. لا، منين لما تقوم ثم أنت راك تنكر اعتراف. لما تقوم، نعم. اما لا بهذا منين قلت لما تقوم، يعني انت راك تنكر اعتراف الجزائر بها كدوله.
انت بعيد جدا، لا يكفي الجزائر. جاوبني منين راك تقول لما تقوم؟ يعني ما زالت ما قامتش، يعني انت الدوله الجزائريه اعترافها بهذه الجمهوريه لا معنى له. هل فلسطين دوله مكتمله الاركان؟ جاوبني على الجزائر معترفه بها والدول العربيه جاوبني ما تتهربش. قول، راك قلت لما تقوم، انت تقر بانها لم تقم، ولكن راك تبين هنا بان النظام الجزائري اللي يعترف بهذه الدوله ما عندها حتى معنى. انت كملت مداخلتك، دير مداخلتك وندير انا بعدك مداخله ولا ما؟ لا خلط. احنا ماناش نديروا المداخلات، احنا رانا نتناقشوا. انا اعطيتك سؤال وانت جاوب، طرح عليا سؤال وانا نجاوبك. ما نتناقش، هذا مش نقاش، احنا ماشي صوب. لا راك تقول باللي لا احنا ماناش نبيعوا في الدجاج. تقول باللي لم تقم بعد. اسمعني، احنا ماناش نبيعوا في الدجاج. منين لم تقم بعد؟ علاش تعترف بها الدوله الجزائريه؟ دولة الصحراء الغربية ما زالت عندها أجزاء كبيرة محتلة من طرف المغرب. عندك النقطة الأساسية تناضل عليها جبهة البوليساريو. عندي سؤال لك في هذه النقطة. بما أن خلينا في الأول وما نروحوا للثاني. لا عندي سؤال لك، عاد نخليك تزيد تتكلم. منين عندها أجزاء مازال ما حررتهمش، تسمى راه عندها جزء محرر. جاوبني. نعم طبعا عندها جزء محرر. منين عندها جزء محرر؟ أكيد جزء محرر. منين عندها جزء محرر؟ لماذا لا تقيم دولة في ذلك الجزء المحرر؟ هي قائمة اليوم. وين؟ الجمهورية العربية الصحراوية رئيسها السيد إبراهيم غالي، جيش ووزارات. قبل دقائق أنها غير قائمة، قبل دقائق قلت أنها غير قائمة. يعني انت عجوزه حكمت سرها. خليني ندير مداخلتي. خايف تسمعني؟ انا نتمشى معك بالمنطق. انت خايف تسمعني؟ انا راني نتمشى معك بالمنطق. راك قبل قلت ليست قائمه، ودرك راك تقول باللي قائمه على جزء محرر. قلت لك وين؟ قلت لي في الصحراء الغربيه. قلت لك اسكو هاد الدوله راها في ديك الارض ولا راها في تندوف؟ نهاية قيام أي دولة هو اعتراف الأمم المتحدة كعضو في هذه الأمم المتحدة. هذه واحد. يعني هذه ماشي دولة، يعني في الوقت الحالي ماشي دولة. الدولة راهي جاية إن شاء الله، أما يدافعوا كما كانت الجزائر. يعني في الوقت الحالي ما راهاش دولة. هي دولة ما عندها أجزاء مقتطعة. أفهم روحك مالك، أفهم روحك. تقدر تسمع ولا خايف تبقى غير من جهه دوله وماشي ما خليتنيش جمله واحده اللي عنده اسمع مليح، اللي عنده مفتاح داره يبات عند جيرانه. اذا كان محتل نعم عادي، وراه المشكل. راك تقول عنده باب داره، عنده بيت، عنده المفاتيح، يبات عند جيرانه. اذا كان الصالود سرقوه له بالقوه يقدر يبات، ولا الكوزينه سرقوها له يقدر يطيب عند جاره، وراه المشكل. طيب عنده زوج شنابر. لا أنا داخل في المستوى. وين راها قيادة البوليساريو؟ وين راها قيادة البوليساريو؟ يا أخي راها في الرابوني، راها في تندوف، راها في مش فقط في الرابوني. نعطيك سؤال. هذيك الشاحنات اللي قصفوهم بالطائرة شكون راح ليهم؟ شكون راح جبد الجثث؟ أنا ما شفت الجثث. شكون سلمهم للجزائر؟ ما شفنا والو. الجثث دفنوهم في الجزائر. ما شفناها. شفنا الجنائز أقيمت واحد في التقارير تاع المينورسو قال لك ما شفنا والو، كان والو. المينور والجثث دفنوهم. وين راهم؟ شفتهم هاد الجثث؟ نعم شفتهم ومصورين، راهم موجودين، والجنائز مصورة لايف من الأول إلى الآخر. جنائز بلا توابيت. لا التوابيت موجوده وطرح. شكون قال لك باللي وشكون قال لك باللي قتلتهم القوات المغربيه؟ كي تادي صح. المغرب هو اللي يقول هذا الشيء. شكون قال لك؟ وانت علاش هربت لهذا السؤال؟ كنا نهضروا على الدوله. لان انا خاطر عجزت ما قدرتش ترد عليا. ما قدرتش اسمع ماتوا في المناطق المحرره. المناطق المحرره منين كاينه مناطق محرره؟ منين كاينه مناطق محرره؟ علاش راهم قاعدين في تندوف؟ منين كاينه مناطق محرره؟ علاش راهم قاعدين في تندوف؟ عندهم شعب راهو في تندوف وشعب راهو لداخل، ما يكفيش هذه المناطق المحرره. وين راه هذا الشعب اللي راه عندهم الداخل؟ وين راه؟ نعم في محبس شي اسمه هذيك المنطقه، محبس حسين ولا محبس. انا مشيت لها وتصورت فيها، نوريك التصاوير. وين
ينطلقوا الصواريخ، هي معروفه هذيك المنطقه. انا المحبس مشيت لها 3 مرات وتصورت فيها وسجلت فيها ودرت فيها فيديو تاريخي. واش راح تدير؟ راح يخلصوك ولا واش راح تدير؟ مشيت عند الناس تاع المحبس اللي يقولوا بلي احنا مغاربه ورانا في ارضنا وصورتهم ادخل للقناه في اليوتيوب غادي تلقى الفيديو. والله مشكلتك انت تقاطع وانا استاذ ما نقدرش تقاطعني، يا اما تتكلم انت راك متناقض مع نفسك يعني. يا استاذ المشكل انت يا استاذ انت تقول من جهه دوله المخزن وعنده الشعب 30 مليون لم يجد دوله، من جهه تقول ما هيش دوله يفعلوا على القضيه. هذا مشكل، هذا كارثه. من جهه تقول دوله، اذا كان كل المخزن ودوله المغرب لم تجد من يدافع على قضية صحرائها إلا الأخ وليد الذي لا يستطيع حتى الاستماع، فكيف يدافع؟ كل كلامك محبوط. أنا أسمع كأنك شاب صغير يعني، مع كل احتراماتي. أنا ما هوش شوف المغرب ليس بحاجة، استنى المغرب ليس بحاجة إلى وليد كبير. المغرب عنده أولاد واللي يدافعوا عليه ويدافعوا على الصحراء تاعهم. حتى نذكر لك الأسماء. اسمع مليح المغرب بأولاده برجاله بنساء، ما يحتاجنيش أنايا، إلى الأمان ما يحتاجنيش. أنا راني ضد النظام الكذاب المنافق. ونقول لك حاجه والله العظيم مزنوق. اسمع ما تقدرش ما كانش اللي راه يسمع لك اسمع خاصك تعرف هذه الحاجه. اثبتت انك ضعيف ومتناقض مع نفسك ولا تستطيع ان تقدم حجه تقنع بها المتابعين اللي راهم اكثر من 1200 بخصوص هذا الموضوع. مع كل احترامي يا استاذ انت للاسف فارغ، ما عندكش الباكاج في هذا الملف. انت ما سمعتش، انت ما قدرتش تسمع. طرحت لك 2 اسئله حصلت ما قدرتش تجاوب. طيب اسمعني باش نزيد نحصل، انا نعاونك. اسمعني باش نزيد نحصل. انا انصحك بان تطلع وتروح تبحث في الارشيف وتروح تقرا في الارشيف. ولا كاينه واحد الحاجه، اذا كان عندك الشجاعه ارواح مرحبا بك وروح زور الصحراء المغربيه وتلاقى مع اهلها وشوف ناسها وشوف البلاد وتماك احكم لا بغيت تحكم. اما انك هذا الصحراء المغربيه تشوفها غير في الخيالات وتحكي عليها بناء على لا بروباغندا نتاع النظام العسكري، ما غاديش تقدر تقنع حتى اللي راهم معاك في البلاد، لان هذه القضيه هي قضيه نظام وما هيش قضيه الشعب الجزائري. هذه قضيه مفتعله من قبل هذا النظام باش يبقي مسيطر من خلال عدو خارجي على البلاد. رغم ذلك نوجه لك كل الشكر على مداخلتك ومرحبا بك مرة أخرى.